حكايتنا النهارده مش زي أي حكاية، لأن حكايتنا النهارده عن العطور، أجمل شيء انبعث في كوكب الأرض. وهنعيش مع بعض رحلة ساحرة ومليانة أسرار، من أول يوم ما كان مجرد دخان بيطلع للسما لحد ما بقى بخة شياكة بتكمل بيها أناقتك. القصة دي طويلة أوي ومليانة تفاصيل يمكن أول مرة تسمع عنها، كأنك بتتفرج على فيلم وثائقي عن الجمال والغموض اللي ورا كل رشة برفان. العطر يا صاحبي بدايته مش من النهارده ولا من كام قرن فاتوا، لأ ده بدايته من آلاف السنين، مع بداية الحضارات القديمة. ما كانش بس مجرد عشان ريحته الحلوة، لا ده كان ليه دور كبير قوي في الطقوس الدينية والتقرب من الآلهة. كلمة عطر اللي بنقولها بالإنجليزي برفيوم كان أصلها لاتيني، وهي الكلمة الأساسية كانت عبارة عن كلمتين: بير فيومم. بير يعني انبعاث، فيومم يعني الدخان، لأن كان ساعتها العطور عبارة عن دخان، فانبعاث الدخان هو كان الوصف اللي بيتقال للعطر ده. وده عشان زمان كانوا بيحرقوا النباتات العطرية والزيوت في المعابد، واعتقاد منهم إن الدخان ده بيحمل ريحة للسماء، كأنها بالظبط قربان للآلهة. من حوالي 4000 سنة قبل الميلاد دي كانت بداية الانطلاق. دي كانت أقدم حضارة عرفناها وثقت استخدام العطور بشكل موثوق. لقوا ألواح طينية سومرية مكتوب عليها وصفات عطرية من تركيبات كانت مكونة من زيوت وأعشاب. ده معناها إن هم كانوا متقدمين قوي في الفهم ده. ومن هنا ظهر أول اسم عطارة معروف في التاريخ البشري، وكان اسمها تابوتي، ودي كانت كيميائية ملكية في بابل 2000 سنة قبل الميلاد، واسمها لحد دلوقتي محفور على لوح طيني بتوصف ازاي كانت بتقطر الورود وانواع من الاعشاب باستخدام الكحول والميه. يعني كانت عالمه وكيميائيه بمعنى الكلمه، وكانت بتعمل تركيبات عطريه معقده جدا. ومن حوالي 3000 سنه قبل الميلاد المصريين القدامى ما كانوش بس بيكتبوا، لا ده كانوا بيرسموا كمان على جدران المعابد والمقابر، وكانوا بيكتبوا فيها طقوس استخدام العطور والبرديات الطبيه زي برديه ايبرس اللي بالمناسبه سنه 1550 قبل الميلاد كانت مليانه وصفات عطريه. الكهنة المصريين كانوا بيستخدموا العطور بشكل مكثف عشان يحافظوا على الجثث الميتة ويحنطوها تفضل قاعدة لآلاف السنين، وكمان كانوا بيستخدموها في الطقوس الدينية المقدسة، وكانوا بيستخدموا أنواع معينة زي اللبان والمر. الأنواع دي كانت نادرة وغالية جدا، وكانت مخصصة للملوك والكهنة بس. تخيل إن هما كانوا بيبخروا المعابد ب3 أنواع عطرية حسب وقت اليوم. الصبح كان لبان، والظهر مر، وبالليل كان في خليط سري اسمه كيف. كان في أكتر من 16 مكون، وحتى كليوباترا كان ليها وصفات عطرية خاصة بيها، وما كانتش بس تستخدمها لأجل الجمال، هي كانت بتستخدمها لأجل السياسة وساعات الإغواء. بعد ما العطر كان محصور في المعابد والطقوس بدأ يخرج للعالم الخارجي ويبدأ يخش في عالم الناس يوميا. من هنا نتكلم عن الحضارة اليونانية من 1000 ل 300 قبل الميلاد. الفلاسفة والطبيين اليونانيين كانوا أذكياء جدا، خدوا فكرة العطور من المصريين والفينيقيين وطوروها وبدأوا يكتبوا عنها في كتب الطب والشعر. عالم زي هيبوقراط كان بيستخدم الزيوت المعطرة للعلاج. الفلاسفة زي أفلاطون وأرسطو اتكلموا عن تأثير الروائح على النفس والمشاعر، والعطر بدأ يدخل بيوت النبلاء والحمامات العامة. وأقول لكم قصة بالمناسبة، حد فيكم يعرف ليه مثل اللي اختشوا ماتوا مثل أصلا؟ زمان في مصر كان في حمامات العامة دي كانت ثقافة موجودة في العالم عامة، الناس بتروح مكان عشان تستحمى فيه. وقصة اللي اختشوا ماتوا كانت الناس ديت راحت تستحمى في حمام، فالحمام ده كان بيبقى فيه أوضة تغيير بره، فأوضة التغيير ديت ولعت والدخان فضل يدخل عليهم لحد ما اتخنقوا وماتوا. كان في ناس منهم ما ماتتش عادي، ناس منهم خرجت ملط، ولا خرج ملط ده فضل عايش بس كان في أسوأ لحظة في حياته، فمن ساعتها جه مسمى اللي اختشوا ماتوا. وكانوا بيدهنوا العطر في كل حتة، على الشعر وعلى الهدوم وعلى الراس ذات نفسها الفرو، وكانوا حتى بيحطوها على الكوتشيات. من 300 قبل الميلاد ل 476 ميلادي ده كان وقت جنون العطور. الرومان كانوا مهووسين بالعطر بشكل مش طبيعي. تخيل معايا ان هم كانوا بيرشوا البرفان على كل حاجه، كانوا بيرشوه على المفروشات والحيطان وفي ميه الاستحمام، وفي حفلاتهم اللي كانت بتستمر الايام النوافير كانت بترش ميه معطره بدل الميه العاديه. في عصر اباطره زي كاليجولا ونيرون العطر كان جزء لا يتجزأ من حياتهم اليوميه، لدرجه ان هو بقى رمز للطرف الزايد والسياسه كمان. وكانوا بيستوردوا العطور والمواد الخام من كل حته في العالم، اللبان والعود والزعفران والورد من العرب والفرس، وخشب الصندل والتوابل من الهند، والمر واللبان كانوا من اليمن.
مؤرخ روماني اسمه بلين الأكبر قال إن العطر كان بيكلف الدولة الرومانية مبالغ ضخمة جدا، لدرجة إن هم خافوا على أخلاق الشعب بسببه. ولما المسيحية انتشرت في أوروبا دخلت عليها فكرة الزهد والابتعاد عن اللي هي فيه، ورجال الدين اعتبروا إن العطر نوع من الفجور والمتعة الزايدة، فبدأ استخدام العطور يقل في الغرب الأوروبي، وكان محصور بس على الطقوس الدينية زي البخور. لكن في نفس الوقت في الشرق العطر كان لسه بيتطور وبيتحسن، وده بقى اللي هيبان في الفصل اللي جاي. في الوقت اللي كانت بتعيش فيه أوروبا في عصور الظلام وكانت بتتراجع في كل حاجة، العالم الإسلامي كان بيعيش ذروة التطور في كل العلوم، ومنها علم العطور اللي اتطور بشكل مش طبيعي. الدين الإسلامي نفسه شجع على النظافة والتعطر بشكل كبير، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحب العطر قوي، وكان بيقول: حبب لي من دنياكم الطيبة والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ده مش بس شجع على استخدام العطور، لا ده عمل سوق ضخم جدا للمواد العطرية، وده كان المحرك الأساسي الضخم لتطور العطور اللي حصل بعد كده. والعلماء العباقرة اللي طوروا علم العطور، ومنهم جابر بن حيان اللي عايز تعرف قصته يعني ممكن تدوس هنا مثلا أو هنا على حسب الآية هتبقى فين يعني. ومنهم ابن سينا اللي كان في القرن العاشر الميلادي. العبقري ده كان ليه بصمة تانية خالص، هو أول واحد اكتشف إنك إزاي تقطر الورد بالبخار، وخصوصا الورد الدمشقي. دي كانت نقلة خرافية لمعنى الكيمياء، لأنها خلت العطور أنقى وأخف وأرخص في الإنتاج، وفتحت الطريق لأصناف جديدة من الروائح. المدن الإسلامية الكبيرة زي بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة كانت هي عواصم العطور في العالم، لأن العرب دمجوا بين العطر والطب والصيدلة بشكل غير مسبوق. ساعتها كانت العطور كل إزازة تحفة فنية في حد ذاتها. العطر الإسلامي كان بيعتمد على مكونات فخمة، كان الورد والعنبر والمسك والعود والزعفران والنرجس والبنفسج. ومن القرن 12 ميلادي لحد النهاردة، عن طريق الأندلس والحروب الصليبية، الأوروبيين بدأ ياخدوا بالهم إن العرب بدأوا يتطوروا في مجال العطور بشكل مش طبيعي، وبدأوا ينقلوا العلم ده لبلادهم. ولما رجعوا أوروبا جابوا معاهم الوصفات والزيوت والمعدات اللي كانت بتستخدم في التعطير، وظهرت أول معامل عطور في فرنسا وإيطاليا. وأشهر حاجة ظهرت في الوقت ده كانت ماء هنجاريا سنة 1370، وده كان يعتبر أول عطر كحولي في أوروبا كلها. لكن بعد كده حصل تحول غريب في الاستخدام. في أوروبا في العصور الوسطى الناس كانت بتستخدم العطور عشان تغطي على ريحتها الوحشة مش النظافة. تخيل إن هم كانوا بيعتبروا الاستحمام مضر بالصحة، وده عشان قلت لك قبل كده أنت لو مركز في الحلقات كان زمانك عرفت ان هم كانوا بيعملوا كده عشان الامراض كانت منتشره، وهم ما كانوش بيرضوا يستحموا عشان كان في نوع مرض معين كان بينتشر في المايه، اللي كان بيستحمى كان بيجيله المرض ده. وهم قرروا قرار رسمي ممنوع الاستحمام في البلاد. حتى مدينه جراس الفرنسيه اللي بقت عاصمه أول عطر كيميائي حديث بتركيبة عصرية كانت 1709. اتعمل أول عطر تجاري بتركيبة عصرية، وهي كانت أزاز الكولونيا. أزاز الكولونيا ده اسم جاي من ألمانيا على إيد جيوفانا ميريا، واحد كده من إيطاليا عامة. دي كانت تركيبة جديدة وأول مرة الناس تشوفها. عطر كده سريع، تركيبته خفيفة ومنعشة، حاجة كده نص اليوم يعني أو قبل النوم مثلا. والعطر اتطور وبقى ليه أنواع على حسب التركيز العطر، كل نوع بيدي قوة وثبات مختلف. الأعلى تركيز فيهم بيبقى ملقب بالبرفيوم، والأخف تركيز كان الكولونيا. وكلمة تويلت عندهم مش معناها الحمام، دي كانت معناها طقوس النظافة الصباحية. زمان العطر كان بيتحط بالإيد، وسنة 1887 اخترعوا البخاخ المضغوط اللي هو البامب. اللي مش عارف يعني بامب، ده مصطلح عطور عادي جدا انك بتضغطها فتبقى بامب. لكن الانتقال العطرية اللي خلت العطور جزء من حياتنا اليومية كانت 1947 مع عطر ميس ديور، اللي استخدم البخاخة في أول مرة في إزازة برفان كانت فخمة جدا. وديور عملت حملة إعلانية ضخمة بتروج للبخاخ اللي بيوزع العطر بالتساوي. ومن القرن ال19 الإزازة ذات نفسها كانت قيمة كجزء لا يتجزأ من العطر. وويبر جرلان كان أول واحد عمل إزازة فنية. أول براند عطر فاخر في العالم كان جرلان، اللي اتأسس سنة 1828 في باريس. ده اللي كان بدأ فكرة العطر المخصص للشخصية، لما عملوا عطر مخصص للملكة أوجيني مرات نابليون الثالث. دلوقتي العطر مش مجرد ريحة حلوة، ده بقى لغة عالمية، فن بيحكي قصص حضارات وثقافات مختلفة، وممكن تلاقي فيه مكونات من أقصى الشرق مع زيوت من أقصى الغرب. زي عطور بتدمج العود العربي مع البرجموت الإيطالي، بيكونوا معاك إزازة من طابع ريحة مختلفة تماما. ودلوقتي سيبني اقول لك شويه اسرار وحكايات غريبه يمكن اول مره تسمعها عن العطور. عندك مثلا العنبر الرمادي، واحد من اغلى واندر المكونات العطريه في العالم. ده في الاصل يعني مش عارف اجيب لك ازاي، بس هو ترجيع حوت عنبر. الحوت ده لما بياكل حاجات ما بتتصدمش فبيرجعها، ومع سنين في البحر مع الامواج والرمل بتحول لريحه بحريه، فعلا تحسها ريحه بحريه مسكره. وده الكيلو منه ممكن يعدي ال50,000 دولار، وهو ما هو الا ترجيع حوت عادي.
وكمان بيستخدم كمثبت للعطر عشان ريحته تفضل ثابتة الأيام. 100% الريحة اللي احنا بنحسها منعشة أو نظيفة في العطور، زي عطور الأطفال أو عطور الغسيل اللي بتبقى ريحته نظيفة، غالبا بتكون مادة كيميائية صناعية اسمها ألديهايدز. دي كانت مادة اكتشفوها صدفة سنة 1900، وبتدي إحساس الهواء النظيف أو الغسيل الفريش كده. وأول عطر كان يستخدمها شانيل، أنا خلاص بقيت حاسس نفسي الراعي الرسمي لشانيل في الكوكب الأرض. كانوا استخدموها سنة 1921، ودي كانت ساعتها ثورة في عالم العطور. بس في الوقت ده كان الفن والتسويق أهم من السائل، وممكن ريحة واحدة ريحتها تختلف حسب كمية جلدك. نفس البرفان لما ترشه على شخصين مختلفين بيطلع مع كل واحد منهم بريحة مختلفة تالتة. ده بسبب كمية الجلد، لأن نسبة الزيوت الطبيعية في الجلد وحتى الأكل اللي أنت بتاكله يوميا بيلعب دور في تغير الزيوت اللي بتفرز في جسمك. عشان كده البرفان اللي بيعجبك على غيرك ممكن لما ترش عليك ما يعجبكش. وفي علم الأعصاب الروائح مرتبطة بجزء من المخ اسمه أميجدالا، وده مركز العواطف والذكريات. عشان كده بخة عطر واحدة ممكن ترجعك لذكريات قديمة. وفي جانب انت ممكن تكون مش عارفه، ان في مكفوفين بيبقوا صناع عطور سبحان الله، ربنا بيبقى مدي عندهم حاسة الشم بتبقى قوية جدا، ومن كتر ما حاسة الشم عندهم قوية في براندات عالمية طلبت مكفوفين عشان يستخدموا ويشموا الروائح اللي هم بيعملوها. الشم عندهم بيتحول لأداة رؤية حقيقية، هو ممكن يشم حاجة يتخيل مشهدها بالكامل، ويقدروا يميزوا أقل فرق بين الروائح. الخلاصة في العطر حكاية كل واحد فيهم. وبكده نكون وصلنا لآخر حكايتنا عن العطر، اللي بدأ كدخان مقدس بيطلع للسما بقى دلوقتي فن وعلم وصناعة عالمية بتدمج ما بين كل الحضارات، بتفكرك بذكريات وبتعبر عن شخصيات. وكل بخة بنرشها هي جزء من تاريخ طويل وأسرار، كانت اكتشافات علمية غيرت العالم، وذوق فن راقي وحكايات من بعيد وقريب. العطر يا صاحبي مش مجرد ريحة حلوة بنحطها، حكاية كل يوم بتتجدد لما انت بتختار العطر اللي بيعبر عنك وتضيف له لمسة من شخصيتك انت.